يا هلا ويا مرحبا متابعيني ومتابعاتي، ونقول هذا الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. حبايب قلبي، مثل ما شفتون بداية الفيديو هذا مجلس كان الكاظم عليه السلام مسوينه ثواب، مسوية حلاوة الطحين التمن، ومسوية قص دجاج للقراية كانت. وندعيت لكم أمانة الله يقضي حوائجنا وحوائجكم إن شاء الله، وتنعاد علينا كل سنة بخير وصحة وسلامة. هنا عندي تنظيف كان روتين، هاي بعد ما خلصت تنظيف الثلاجة نظفتها طبعا حبايب قلبي. شوفوا هنا روتين كامل سويت، لأن أكثر المتابعين يردون من عندي روتينات. فهنا غسل مواعين كان عندي، ونظفت الثلاجة، وأنا قبل فترة ما منظفة بطنها فبس من فوق الغلاف. وهنا بديت أغسل المواعين وشغل البيت. ماكو يعني ست بيت ما مر عليه هذا الشيء، يعني الموظفة والطالبة وربة البيت والبنية الصغيرة والكبيرة لازم يمر علينا هذا الشيء، يعني شغل البيت. يعني على قولتهم، أنا كانت عمتي الله يرحمها ويرحم والديكم تسمي الشغل البيت نور الوجه. تقول للمرة نور هذا للوجه، يعني اللي يطب ويلقى بيتها نظيف يقول الله بيتها شقد نظيف، يحمد بيها شي حلو. فأنا يعني تقولون خالة مشاهدة شيء مع لا، عندي أنا بنات، بس أنا أحب أشتغل، يعني ما أحب أستغني عن خدماتي. إذا استغنيت عن خدماتي معناها خلصت من كل شيء. فأنا أحب يعني أنا شغلتي أشتغل، المهم إذا قاعدة بنيام تشتغل لي. إيه، فأنا أحب أغسل مواعين، أحب أنظف بيدي، روتينات أحب أسوي. أحس هذا الشغلة يعني شلون يعني تعطيني تشجيع حتى بالحياة والله. يعني لما نشوف البيت نظيف وأشوفه يلمع، خاصة إذا يلمع راحة نفسية عنده تصير. الحمد لله والشكر. والله يطول إن شاء الله بأعمار الكبار، والصغار إن شاء الله يقويهم، والبنات يتعلمن. وهذا شغل البيت، هو شنو شغل البيت؟ ترى ما يتعب والله شغل البيت، بالعكس انت إذا نظفتي وشفتي النتيجة راح ترتاحين هواية، راح يصير عندك انه باهس تشتغلين اكثر واكثر. المهم انا طبعا شوفوا هذا الفيديو صار له تقريبا يجي كم يوم بوفاة الكاظم عليه السلام، وصارت عندي ظروف ما يعني كملته. فاليوم انا انتجته وبس انا جاي انتج بيه. المهم حبايب قلبي، انا من اشتغل مخلي الموبايل على الشباك، اشغل ايات قرآنية خاصة بالصبح. انا عندي الصبحية مالتي اشغل القرآن على سورة مريم. هو القرآن كل الصور بيه، يعني شوف احنا اكو بعض ما يعرف او اكو يعرف لا، اكو صور من القرآن شغلينها مثلا يعني راح للرزق، للمريض، للراحة النفسية، للقضاء عن حاجة، شغلات هواية حبايب قلبي. كلكم تعرفون احتياجي. سورة مريم نشغلوها الصبح، خاصة إذا بقيتوا مستمرين عليها يعني 40 يوم يوميا. أي هاي سورة مريم شنو فوائدها؟ فوائدها أول شيء للرزق، ثاني شيء للراحة النفسية. يقولون سورة ياسين، صحيح هي سورة ياسين للبركة وللراحة النفسية. طبعا شبه الطباخ أنا خليته يتوسخ ونقعته بالقاصر والزاحي. ردت أسوي لكم تنظيف يعني عام على الطباخ. أي حبايبي، سورة ياسين مريم أشغلها أنا يوميا الصبح، مثل ما قلت لكم يعني للرزق، للراحة النفسية، لدفع البلاء. أي يعني ونخلص من يا مريم أشغل ياسين، بعد أشغل البقرة، هواي يعني آيات هنا الحمد لله والشكر. وبعدين أقوم وقت الظهر يمن الظهر. شوفوا أنا هذا روتيني. الظهر يمن أريد مثلا أسوي غدا أو أغسل مواعين الغدا. ما أستغني عن قصائد منى باسم حبايبي. أشغل منى باسم. هنا نظفت الطباخ كامل، يعني الجامة مالته والعيون نظفتها
هذا قول وياي بالسكينة حكيت هذا الأسود مالها، لأن يصير أسود مرات يفوت الجدر أو شاي يعني يلزق، مرات ما ينظفونه بنفس اليوم. المهم حبايبي، فأني هنا نظفته سواء أنا وتعمدت أخليه يصير وسخ حتى أشوفكم شلون أنظفه. حبايبي شوفوا تنظيف يعني كامل سويت له أنا. طبعا جاي أنتج وأسوي هم عشاء بس ما صورت العشاء. هنا أنا جاي أسوي لهم عشاء كبودة مال دجاج وفنجان، يعني خير من الله، بس ما صورت لأن أنا هذا الفيديو محتفظة بيه قلت لكم من وفاة الإمام الكاظم عليه السلام. اليوم قلت خليني أنتجه، هاي بعد ما كملت هاي يعني الخطوات الأخيرة للطباخ الجام، وهو فركته زين. مرات أنا أسلف الناس تقول ليش ما تسلفين، ومرات لا. حبايب قلبي بذاك اليوم كان غدانا مرقة السمك. شوف مرقة السمك كان شلون أطبخها. مرقة السمك اكو يعني بعض يعني أكثر شي البغداديين خلينا نقول يسوونها بالطريقة اللي يقلون السمك ويشيلونه من الجدر، بعدين يسوون مثلا البصل القرفص وهذا وحده. لا أنا لا عكس، أني نفس الطريقة البصراوية أنا تعلمتها من عمتي. بس تقولون شلون أقل السمك بالجدر، يعني أخليه ما أطلعه. هسه شوفوا الطريقة يعني هي ليش أني يعني خرب شكل المرقة، ما أطلع السمك أخليه بالجدر حبايبي. وأقوم باعو. هسه أنا خليت هنا السمك، مرقة السمك طيبة صراحة، أنا عندي بالبيت يحبوها، بس اكو بعض هم ما يحبوها، يحبونها بس شوي عندي ولدي. شوفوا حبايبي مثل ما قلت لكم يعني اخليه يتقلى نص تقلى مو كامل لان مرق. شوفوا حبايبي أنا هنا ما سرعت ولا قصرت من عنده، خليته على طبيعتي يعني أكمل خطوة بخطوة وياكم. هاي مرقة السمك احنا مو دائما نركبها، صدق نحبها بس مو دائما نركبها، يعني نحب نبطل بيها يلا ناكلها يعني كل شهرين. اي ما هواي صار نحنا ما مركبينها. المهم اليوم قالوا نسوي لنا مرقة مال سمك فيها الجو كان بارد، هو بارد هاي الايام هاي باردة. شوفوا حبايب قلبي جد شلون مخلي السمك يعني تقلاه خفيف، ما راح اقلي تقلاه ضخينة لا. وهنا قلبت السمك. شوفوا حبايبي متابعيني، طبعا انا جاي انتج واشتغل، والله هم عندي شوية جلاسات مالت الشاي هم جاي اصفي بيهم. باعوا قلبته هسه على ظهره، وانا هنا مسوية الحشوة مالته بصل وكرفس ومعدنوس وبصرة وفلفل حار وثوم. هذا انا مجهزته على جهة، وماردة الطماطة والمعجون هم مخليته واحدة. شوفوا حبايب قلبي طبعا يسمعون اصواتي لان انت احكي واشتغل. المهم هنا المعجون والطماطم سويتها على جهة. حبايب قلبي يعني هو كلكم انتم ان شاء الله امهات بيوت ونادرات والله، بس هذا شلون اخلص يومي. انتم غير تريدون تشوفون مشاهد شلون تخلص، هذا يومي اني خلصه هيجي. خلصنا الغدا تكلمنا بالعشاء، خلصنا العشاء نمنا، خلصنا يعني روتين مش شابه. بس انا قلت مرات يعني انا اقول لكم مرات نغير بالتنظيف العميق وهاي مال البيت تعزيلات شويه نغير بها. الحمد لله والشكر على كل حال. والله انا اشوفها ونس الشغل للمرأة، والمرأة مهما كانت يعني بمنصب بس شغل البيت يكملها، يحسسها هي تحسون هذا الشيء، يحسسها يعني
إحساس المرة. يعني هو شغل البيت حلو، خاصة إذا تكملين بشغلة أو تعزيل أو روتين كامل وتشوفين هاي النتيجة اللي تطلع بعدين تحسين براحة نفسية حيل. إي والله. المهم هنا قلت لكم السمك ضفت له المواد وضفت له فلفل أسود فقط، ما أضيف أنا بهار على مرقة السمك تصير مو طيبة إذا ضفت له هواي بهار، بس أضيف له فلفل أسود حبايب قلبي، وبصل مجفف. هذا أنا ما استغنى عنه صراحة، أبد ما استغنى عنه البصل المجفف، أبد أبد، يعني أحبه. يسوي الأكل كلش طيب، يسوي نكهة وطعم. المهم تابعيني. هسه هي تستوي، شوفوا الشكل النهائي مالتها، مال طبختنا مال مرقة السمك. طبعا هنا هاي شوفوا شلون خليت الصلصة مالتها، البصل المجفف، البصل المثروم والنمبصرة والثوم والفلفل الحار، هاي الاشياء كلها ضفتها حبايبي. ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، وهاي اول مرة انا انزل هيك فيديو. طبعا 14 دقيقة، انا كل مرة 10 دقائق اطول فيديو، بس اليوم ما قصيت من عنده ولا اسرعت، حتى تشوفوني انا شلون اخلص يومي. ضفت هنا المعجون والطماطة حبايبي متابعيني كلكم، ان شاء الله خواتي وبناتي واصدقائي كلكم على راسي، ويا ريت تساعدون هذا الفيديو. واذا عجبكم مرة صدفة مريتي من قناتي وعجبتك هم اشتركي بيها اذا عجبتك، والله كريم بعد كيفكم. وضفت لها تقريبا خاشوقتين تبل طبخانة، يحبونها احنا شوي ضخينة، يحبونها ضخينة. طبعا سدت الساحبة مالت الهواء خلص الطبخ. ضفت لها خاشوقتين تمن، هاي من خليت لها الطماطة والمعجون كملت. هنا بعد ما كملت روتين البيت المطبخ، يعني تنظيف المطبخ، شوفوا متابعيني نظفته شلون راحة نفسية. والله المطبخ عايز له هواي شغلات، بس بعدني والله بعدني هم بعد احنا جاي نشتغل يعني ما مكملين، بعد البردات مال المطبخ ما مكملتها. قامت تفور هنا المرقة مالت السمك شوفوها، واقول لكم سهمنا وسهمكم عافية ان شاء الله. هنا بديت اصب، شوفوا حبايبي صبينا المرقة تشريب. طبعا هي تصير ما تصير ويا التمن لان هي بيها تمن طبخانة، فسويناها تشريب. وبيومها لين صارهم فترة ما ماكلينها، حبوها حيل حبوها، وتمنيتكم يمي ونتغدى سوا مرقة السمك. طيبة كلش طيبة مرقة السمك والله، والله شو أطيب من الشوي والتقلى، حتى اللحمة مالتها طيبة كلش طيبة صارت. اي والله، واقول لكم عاشت ايدي. سهمنا وسهمكم عافية حبايبي. وبيومها جتني عزيمة بحسينية منطقتنا. شوفوا حسينية منو اجانا السيد علي طلقاني، يعني للنساء بس، حسينية للنساء هاي نساء. ورحت اني يعني عزمني صديقاتي، فرحت حضرت هاي المحاضرة مال السيد علي الطلقاني. والله تخبل المحاضرة مالته، يحكي عن هاي. شوفوا هنا السيد واقول لكم مع